واليوم يا جماعة عندنا الفلوج الثالث على التوالي. هو فلوج الثالث بس هاشتاج 7. السلام عليكم شباب. المهم اليوم انا نفس ما شفتوا بدايه الفيديو مع صلوح، واليوم نفس ما هو مكتوب في العنوان انه انا بقرر اني اخيم، بس قبل ما اخيم محتاج الادوات لان لازم اتعلم قبل ما اروح صج على قولتهم في الصراحة اللي بتسوي شيء وايد يخرع راشد. انا تذكرتني بسالفة ابوي مرة سواها. اوه شباب قصه ابوه قسما بالله انا قاعد اقول ابوك لازم اقعد معاه صلوح. اذا جاي من الدنمارك لازم اقعد وياه، والله ابوه سوى شيء قصه مينونه. تابعوا معنا الفلوج. المهم اللي بنسويه اليوم بالضبط شنو هو؟ ان الحين بنروح نتغدى، شكلنا بناكل من محمد نور بنضرب بالخمس لان صلوح حد يعان وانا بعد ميت يوع. وعقبها بنروح سيتي سنتر عشان شنو؟ ناخذ لنا اغراض الخيم. الله يا الله يا الله. كامبينج يا ولد. اليوم كامبينج مع ويكند عجيب. حلو. يا جماعه شوفوا محمد نور انا اعتبره المكان السيف اللي حتى لو بعزم اي انسان او باي مع اي واحد بعزمه، لان اللي متفقين عليه كل البحرينيين انه هو احلى مكان، صح ولا لا؟ احلى قاعده ارضيه الصراحه. ايوه. واكل العيش مال محمد نور حلو. بخاري مندي مشاور اي شيء كله حلو. في دياي مشوي في دياي ماكينه، عاد شنو تبي كيفك. انا بالنسبه لي احب دياي الماكينه وايد، بالذات عشان البيض. اي شيء مضر انا احبه الصراحه. اي بس شوف انت حاول ركز على الدياي اكثر من العيش عشان تضر. اوكي احنا الحين ننطر. انا ابي مصلحتي. المهم ابو الاكل هكا اشوفه وصل نص بخار ونص مندي. عليه خلاص انا لا استطيع اني اكمل الصراحه. بس زين جسمي ما اقدر اكل اكثر من كذي. لا تكمل لان زين عاد لا تضغط على روحك. خليك عاد. انا اول مره احس صدق ان انا ضعيف الحين. ايه وانت امتن مني. هاي صلح لحمه خلاص انا بس خلاص ما اقدر اكمل يعني. في لحد الحين مجال. خاف من الضعيف مو من المفيد. يا جماعه يلا احنا الحين بنتجه المفروض ما يخلص صلوح، المفروض ما نغسل يدنا، احنا متجهين الى السيتي سنتر. المهم شباب وصلنا الى السيتي سنتر. الحين انا وصلوح بندش داخل، ما اقدر اجيب الكاميرا فبصور بالتليفون ممنوع لا تعليق. المهم فبنروح داخل، بنروح محل مال كامبينج ما اعرف شو اسمه الصراحه، بصور لكم اياه الصراحه، بس دائما اروح له واشوف الاسعار شي تعرف اللي بتشوف شيء زين وعملي وتستخدمه على مدى طويل. هو يعني ترى مو بس خيمه باخذ، شنو بعد؟ سليبنج باج، خيمه اغراض تناتيش بنشوف شنو فيها اشياء. فانا متحمس مليون ليلتي اليوم في السطح. شباب احنا الحين بندش انا وصلوح المحل. انت من برا المحل شلون حسيت انه مكان رياضي وتخييم والسوالف؟ احب نرويكم المحل من داخل. ودشينا البارت الصجي. يبي لك كراسي لان بتحتاج تقعد، يعني كل بتقعد على الارض. لا صلوح قاعد على احس محتاج تقعد على الارض. اي عاد الامور طيبه. مكان رقادك خلوه. يعني هاي شلون بشيل الحديده وياي طلع عيني. شوف اكل خيام يا جماعه. بس شوف انا من الاشياء الاساسيه لازم يكون في شيء ضد الماي. شلون واضح. والله يبيك ترقد داخل. اي ترى زين انا قاعد افكر فيها ترى صدق. ترى ليش؟ لان السليبنج باج مالي بتكون هني والاغراض. يبيك ترقد وتسافر العالم كامل بهالخير. خلاص اكو بيتي كله هني. ها مو شيء عجيب. ومطبخك برا وخلاص. تعال شوف هاي. شوف الاخيام في انواع ترى، حتى تشوف ذيك العوده وهاللون. لا هذه يوم وصلت اول مليون ان شاء الله بتاخذها. هاي اسافرك وياي شو رايك؟ هاي اوكي. والله يا جماعه شوفوا في وايد انواع من الاخيام عشان ما بصور الناس. في شوفوا هاي الخيمه بعد. شوف انا من الاشياء هاي سعرها شي تقريبا 46 دينار، بس انا من الاشياء المهمه عندي في الخيمه انه يوم بقدر اشيلها في السليبنج باج بتكون اوكي، زائد انها ضد الماي، فبنشوف الحين. اهم شيء ضد الماء، لان مو بس ضد الماي، لازم تكون خفيفه واقدر اشيلها في ظهري ترى. زين هذين اللي هناك شلون؟ اي الحين بشوف انا النوع، بس بتاكد مع الموظفين فبنتاكد الحين. يا جماعه الخير اكا تشوفوا رشود حصل له هاي الماترس اللي بيرقد عليه. عرض يوبسه مضبوط كنا فراش هاي الماترس دي. شلون مريح؟ والله انه ممتاز. الحين لانك على الكاشي. اي يعني هاي اخس شيء ترى. هاي اخس شيء. اسوء شيء. لا زين يمكن حصايه تحتك ولا شيء اوكي بيكون. شوف يمكن غير مكونه تحت حصايه ليش؟ وري.
بس هاي شوفوا يا جماعه ايش كبر، بس ترى هو يكون هالكبر. من شفس يصير صغير. هذه خيمه، ورايكم شكل الخيمه الحين، قاعد تشوفونها انتم في البيرول. هاي حجمها تخيلوا هالكبر، وزنها 2.6 كيلو، يعني كيلوين و600. اقل من 3. خفيفه جدا خفيفه. فبناخذ هاي الشيئين، بناخذنا بعد فرش، بناخذنا بعد هاي اللي هو سليبنج باج. هاي نفس وهاي شكله مريح يا رشود. اي هاي على ذي وبعد بورش داخله، فبناخذ بعد هاي معنا. حلو. اي بس ما شنطتك ما بتصير عوده؟ لا اوكي، لازم يكون خفيف. بس الفكره شنو؟ انه باخذ لي شيء مو بشتوي صيفي، لانه بروح منطقه صيفيه استوائيه اللي هي بتكون في الهند، سريلانكا، تايلاند. دائما الرحلات بتكون هلا. حلو. فاذا بنروح مكان في سكيمو وجو بورد هاي بتتصرف. بني بعد شوبينج مره ثانيه. اوكي شنو احب ذي؟ اجرب السليبنج باج، شكلي بيكون وايد ضاحك بس معلش. كني لبس عرفت بس عشان اجرب. كأنك صرت فراشه او قبل لا تصير عشان الفراشه. ما انبطح يعني لو. اي الحين ناطط، هاي تحديات اسويها. كحجم اوكي ممتاز. طولك اي اوكي دوده مومياء. ممتاز لا. ايه بس شوف ما يخليك تتحرك كلش هاللون. اي خلاص احسن بس تنام ايه انت ما تدري هناك في عقارب حياي اي شيء، ترى هاي يحميك عدل. ايه صح ما تحتاج بعد برنوس فوق ذي. لا شوف انا بس في السعوديه وحتى في الخليج اذا جات فرصه ورجعت برا هاي بيفيدوني يعني. خلاص بس واحد برا حلو. انا عجبني. بس يلا تشينج تشينجي ولا حط السعر هني. خلينا نشوف كم السعر بيطلع التوتل. انا ما ايه ادري. المهم احنا الحين يا جماعه خلاص شرينا الاغراض، والحين خلينا نروح نشوف الكاشير وبكم بيطلع علينا. هاو ماتش ذا توتال؟ 67 بي دي. شوف لا تقول بعد ما عزمناك وشرينا لك. يا جماعه دفعت كم؟ 76 دينار. صح 76 دينار يا جماعه، بس هاي استثمار حق بدل بعيد. يعورك قلبك ولا بس هو حماس ترى الحين انت. لا انا وين متحمس، احس اني صدق. اي خلاص رشود بترقد برا. بصير مشرد. ما عندك بيت. لا بس في قلب كل متابع. شلون؟ في قلب فكر متابع، فاذا شفتوه ولا شيء كلموا قولوا له ها حياك عندنا ترى بيكم. اي والله ولا بيرقد برا. اكيد. ترى بقول لك شيء، احنا الحين ترى مساء حمست لوادم يبون يعرفون قصه ابوه. يا جماعه ابوه راح حال درجه اولى. بقول لكم اياه بس في السياره. يلا منطلقين السياره. المهم يا جماعه الخير، الحين وقت الحقيقه، وقت السالفه اللي انا ابيكم تسمعونها لاني انا سمعته. صراحة شباب بخلي ذي المقطع في فيديو ثاني. ليش؟ لأن السالفة جدا طويلة وفيها وايد تفاصيل وحرام أحطها في ذي الفيديو، فبخليها في فيديو ثاني منفصل بعد هاي الفيديو. انتظروا الفيديو الجاي يا جماعة لأن القصة حماس. المهم يا جماعة أنا الحين فوق سطح بيتنا، هاي هو المكان اللي أنا بنام فيه. معاكم الإضاءة اللي حطها الحين بس عشان أقدر أشوف لأن ظلمت الدنيا. يلا خلينا نبتدي نشتغل. المهم يا جماعة ركبت الخيمة بس بقت جزئية واحدة هذه زين اللي هي تصير عبارة نفس بوابة الخيمة. عندي مشكلة مع ذي انه يوم براكبه صعب انك تراكبه بيد واحدة، ما بقدر اغويكم بس شوفوا شلون صعب. فانا الحين بحاول اجتهد، اول ما اخلص بخبركم. حسيت اني طولت فيها بس ذي الجزئية، اما كل شيء سهل والله 5 دقائق، اما ذي بحاول اشوف لها حل. المهم يا جماعة ركبت الخيمة، هذه الجزئية بينها شوي شد بس الحمد لله تمام. هاي الخيمة الحين تشوفونها. يلا خل اوريكم الخيمة الحين من الداخل. الخيمة اللي انا بنام فيها الليلة والله مرشد. انا احس وايد فان، احب الاماكن شي اللي ضيجه بالذات حق النوم. عجيب. يلا خلينا نركب الاغراض هذيلا الحين لهني، السليبنج باج والميترس اللي تحت لان ظهري بيعورني لو ما حطيت الميترس. الحين بركب الميترس وعقب السليبنج باج عشان انبطح شوي. بنقعد نطقطق لما ننام بالتليفون. بس مر الشعور وايد عجيب وايد غريب. واحس شوفوا انا الحين فوق سطح بيتنا وعارف اننا في بيتنا بس فوق السطح، بس احس شعور شي الراحه ما اعرف شلون، احس انه شي بدت المغامره شوي. والله يا جماعه الصراحه بسر عن نفخ بشكل مو طبيعي. ما صدقت انه من فوق هناك ترى غلط كون، يعني المفروض انه تنفخه بحلجك اخف واسرع. انا بالعموله قاعد اسوي ذي كل الشيء في اماكن ضيقه عشان لا سمح الله يصيدني موقف طق مطر برا شلون بتصرف داخل الخيمه. فانا قاعد اسوي الشيء شوي اصعب شيء عشان بعدين انا اكون مرتاح، عرفته؟ لاني اوريدي جربت هالشيء يعني، فعارف الاخطاء اللي بسويها الحين، فحماس. المهم قلعت يا شباب الحين ركب
هذه الطريقة الصحيحة يجلس عليها الصراحة أحس بالراحة أكثر أكيد من العربية. أنا الحين بصك الخيمة. شو حلو في هالخيمة في طبقتين من التغطية، في يعني مثلا إذا ببطل لي برا عشان يدش هواء في الخيمة، وهاي يكون عن الحوس موجود اللي تشوفونه الحين هاي الطبقة بيكون شيء جيد، وهاي إذا طق مطر عبارة ووتر بروف من المطر. يا سلام. والهدوء دي انا مو متعود عليه وايد. على فكره دائما انام في صوت، بيكون شيء غريب ان اليوم انام بدون صوت بدون اي شيء. انا تدرون شنو احتاج؟ اعتقد لان شوف هني برويكم شباب، انا احتاج اضاءه، احتاج ليت. ليش؟ شوف هني في نفس اختراع هذه ان اركب الاضاءه فيه. الخيمه يقول حق شخصين، بس الحين استوعبت ان الشخصين عباره انت واغراضك بس. هذا وايد طيب. هاي هني بس جايزين في فتحه في السماء عشان نشوف النجوم في المستقبل اذا كنا في مكان ديره فيها نجوم وايد. فهاي واضحه الحين. احس ايش بسوي؟ بقعد اطقطق في التليفون شوي. وين التليفون؟ فانا الحين اعتقد اني شوي بطقطق بالتليفون وبنام. ذي الفيديو الصراحه شوي اكشن انا بالنسبه لي كان، لاني شريت الاغراض وقلت بخيم من فوق السطح، وصدق اكتشفت في التخييم ذي انه شنو الاغراض اللي احتاجها، فالشعور جدا جميل حبيته. احس التخييم بيكون شيء وايد انا احبه. الشيء الوحيد في الخيمه شوي مضايقني انه ما في فتحه تهويه يعني تدش هواء، فمعلش بنشوف لنا حل حق الموضوع. المهم يا جماعه انا ما بطول الفيديو اكثر من كذي، اتمنى عجبكم الفيديو استانستوا فيه وانتم قاعد تعيشون لحظه بلحظه معي المغامره، ونشوف موضوع الاغراض الحين في الفيديو الجاي ببيعهم، وفيديو بصلح بكم في الفيديو الجاي بعد ان قصته، لان قصته جدا عجيبه. فانا وايد متحمس في رديت في اليوتيوب. شكرا على الدعم وعلى الكلام الحلو، والفيديوين ذيلا اللي قبل ذي نزلوا وقريت الكومنتات وايد شكرا شباب، وايد شكرا. الكلام ذي خليني استمر والله العظيم، يعني لو مو هالكلام حتى ما رديت اليوتيوب، بس وايد شكرا. ان شاء الله نكون قادها، ويلا في الفيديو اليوم بتشوفون وضع عقب ما اقوم من النوم وصك الاغراض. ما شو متحمس، انا بنوم وانا متحمس، احس ما بنام الليله. يلا شباب تصبحون على خير ونشوفكم في فيديو جاي. مع السلامه. شكرا على الزيارة.